السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة من وصفات مطبخ نعيمة أسكال. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وتكونوا بصحة جيدة. الوصفة ديال اليوم كما كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم ميني كيك اللي كيكونوا صغار، صراحة كيجيو رائعين لا في الشكل ولا في المذاق. فبقوا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. الا كنتوا اول مره كتشوفوني او كتشوفوا القناه، ما عليكم غير تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد. بسم الله، نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات ديال الجينواز غادي نحتاج عندي هنايا 5 ديال البيضات. البيض يكون بدرجه حراره الماء. غنحتاج هنايا الدقيق، سكر سنيده، عندي هنايا الحليب والزيت. بالنسبه لهاد المكونات راه كندير 6 المعالق من كل حاجه. هنايا عندي قبصه ديال الملح، واحد كيس ديال السكر المنسم بالفانيلا، وكيس ديال الخميره الخاصه بالحلويات الوزن ديالها 8 غرام. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في الكيك او في الجينواز. في واحد البول كنوضع 5 ديال البيضات. البيض كما قلت لكم يكون بدرجه حراره المطبخ، تخرجوه من الثلاجه ساعتين قبل ولا ليله كامله. صافي هنايا كندير قبصه ديال الملح، واحد كيس ديال السكر منسم بالفانيلا، وغادي نضيف واحد 6 المعالق كبار ديال السكر سنيده. كنبدا كنطرب الكل جيدا. كما كتشوفوا غادي نخدم البيض مع السكر مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالهم 3 ديال المرات، او حتى كيولي القوام ديال هذا البيض والسكر كيكون قوام كريمي وكيكون اللون ديالو بيض. عاد كنزيد هنايا 6 ديال المعالق ديال الزيت نباتيه. كنضيف الزيت تدريجيا وحنا كنخلطو كما كتشوفوا، يعني ما كنحبسوش التخلاط. عاد من بعد هنايا غادي نزيد واحد 6 ديال المعالق ديال الحليب. صافي هنايا كما كتشوفوا كنخلط الكل مزيان بهذه الطريقه. وفي الجهه الاخرى كندير 6 ديال المعالق كبار ديال الدقيق. 6 ديال المعالق يكونوا عامرين مزيان. وغادي ندير واحد كيس ديال الخميره الخاصه بالحلويات اللي الوزن ديالها 8 غرام. كنبدا نغربل الكل مزيان. عاد من بعد كنعاود ندير واحد نصف الكميه ديال الدقيق مع الخماره في الخليط ديال الكيك، وكنعاود نغربلو للمره الثانيه. وكنبدا نخلط في نفس الاتجاه كما كتشوفوا. هنايا بالنسبه للقوام ديال الجينواز خصو يكون على هذا الشكل، كيكون ثقيل شي شويه او كيكون القوام ديالو كريمي. صافي هنايا كناخذ واحد اللاطه وصينيه ديال الفران اللي كنفرش ليها ورق الزبده، وكنكب فيها الخليط ديال الجينواز. كنحاول نسرحها مزيان بهذه الطريقه كما كتشوفوا. وغادي ندخل هاد اللاطه الفران اللي كيكون مسخن على النار اللي كتكون مهيله. تقريبا كتاخذ معنا واحد 15 دقيقه و10 دقائق حتى 15 دقيقه، ماشي بزاف. هنايا غادي ندوز باش نوجد معكم الجينواز اللي كتكون بالكاكاو. نفس المكونات اللي ذكرت لكم من قبل: 5 ديال البيضات، 6 المعالق كبار ديال السكر سنيده، 6 ديال الدقيق، 6 المعالق ديال الزيت، و6 ديال المعالق ديال الحليب، قبصه ديال الملح، كيس ديال الكاكاو، وكيس ديال الفاني، وكيس ديال الخماره. هنايا في واحد البول كنوضع 5 ديال البيضات، رشه ديال الملح، كيس ديال الفاني، 6 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده. نفس الطريقه ديال الجينواز الاولى اللي كنت حضرت معكم بالفاني اللي كيكون اللون ديالها ابيض. هذه فضلت انني ندير ليها الكاكاو، يعني كيبقى لكم الاختيار. ممكن تخدموا بالجينواز ديال الكاكاو كامل، اولا الجينواز العاديه. انا هنايا فضلت انني ندير ديال الكاكاو والعاديه. صافي كنطرب الكل جيدا مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض مع السكر. عاد كنزيد الزيت، 6 المعالق ديال الزيت اللي حتى هي كنضيفهم هكايا تدريجيا، و6 ديال المعالق ديال الحليب. صافي هنايا كما كتشوفوا كنخلط الكل مزيان بهذه الطريقه. جانبا كنغربل الدقيق، واحد 6 المعالق كبار ديال الدقيق مع كيس ديال الخميره وكيس ديال عفوا الكيس ديال الكاكاو المر. هنايا ما كانش عندكم الكيس ديال الكاكاو، راه ممكن ديروا واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو اللي كيتباع بالعبار. صافي هنايا كنغربل الكل مزيان. عاد كنضيفوا هنايا الخليط ديال الجينواز وكنغربلو للمره الثانيه. هنايا كما كتشوفوا كنضيف نفس الكميه وكنبدا نخلط في نفس الاتجاه من التحت للفوق باش هكايا القوام ديال القوام ديال الجينواز ما يهبطش. صافي هنايا كما كتشوفوا
كنحرك في نفس الاتجاه. هنايا من بعد غادي نحاول نزيد واحد كيس اخر ديال الكاكاو، حيت جاني اللون ديال هاد الجينواز ماشي غامق بزاف. هنايا درت واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق وواحد كيس ديال الكاكاو. صافي غربلتهم وعاودت زدتهم وبديت كنخلط في نفس الاتجاه، وكيكون هذا هو الخليط القوام ديال الجينواز. نفس الطريقه في واحد الصينيه ديال الفران كنوضع الخليط وكنسرحها مزيان وغادي ندخلها للفران حتى كطيب. هنايا تمسح ليا واحد المقطع من بعد ما خرجت الجينواز من الفران، خليتها كي حتى بردت مزيان وحيدتها من ورق الزبده وقلبتها وبديت كنقطعها هكايا بالقطعه اللي كتكون على شكل دائري، او ممكن ديروا الشكل اللي بغيتو. هنايا كما كتشوفوا خديت هنايا الكريم شونتيي، خديت هنايا تقريبا واحد 2 علاب ديال الكريم شونتيي. غادي نزيد ليهم هنايا واحد 2 الكيسان ديال الحليب اللي كيكون بارد مزيان. وبالنسبه للشونتيي حتى هو من الاحسن ديروه في المجمد حتى كيبرد مزيان، عاد كتخدموا هاد المكونات. صافي هنايا كنطرب الكل جيدا بالطراب الكهربائي حتى كتضاعف الحجم ديال الكريمه. بالنسبه للكريمه كيبقى لكم الاختيار، ممكن تنكهوها بشي نكهه الا بغيتو. انا هنايا خدمت بها النيشان، يعني ما درت ليها حتى شي نكهه ما والو. هنايا كناخذ هاد الجينواز اللي قطعتها بهذا الاطارات كما كتشوفوا. هنايا غادي نستعمل الاطار، ما كانش متوفر عندكم الاطار راه ممكن تستغناو عليه. صافي هنايا خديت هذا الجينواز درتها من التحت، غادي نسقيها بشويه ديال الحليب. كيبقى لكم الاختيار، ممكن ديروا قهوه سريعه الذوبان ولا غير الحليب ولا السيرو. صافي هنايا خديت الكريمه اللي درتها في واحد البوش باش يسهل عليا انني نوزع الكريمه بهذه الطريقه، اولا ممكن توزعوها غير بواحد الملعقه. صافي هنايا كندير واحد الطبقه ديال الجينواز، طبقه ديال الكريمه، كنعاود واحد الطبقه ديال الكيك اولا الجينواز وكنعاود نسقيوها بالحليب. عاد كنعاودو نديرو الطبقه ديال الكريمه. المهم كنستمر كندير طبقه ديال الجينواز، طبقه ديال الكريمه، طبقه ديال الجينواز، وحنا غاديين حتى كنساليو. غادي ندير تقريبا 4 ديال الطبقات ديال الجينواز. صافي كنستمر حتى كنساليهم كاملين بنفس الطريقه كما كتشوفوا. من الفوق غادي نحاول نقد السطح ديالهم عفوا. عاد كنحيد ليهم الاطار. هنا كما كتشوفوا الا ما كانش متوفر عندكم هاد الاطارات ديال تشيز كيك راه ممكن تستغناو عليهم، وكديروا غير القاعده ديال جينواز. من بعد كتوزعوا الكريمه بالمهل غير بالبوش. من بعد كديروا ثاني القطعه ديال الكيك. ومهم كتحاولوا انكم تساليو بهذه الطريقه، يعني ما تحتاجوش الاطار. انا علاش درت الاطار؟ باش يسهل عليا انني يجيوني مقدين في الجوانب باش ما نتعذبش فيهم. هنا كما كتشوفوا كنسقيهم من الفوق وكندير طبقه اخيره ديال الكريمه بهذه الطريقه. من بعد غادي نقدها بالظهر ديال الملعقه ولا بواحد السباتول اللي كتكون صغيره ولا بالموس. صافي هنا كنستمر. من بعد مباشره انا غادي نحيد لهم الاطار. كان عندكم الوقت الكافي راه ممكن تخليوهم هكا في الثلاجه، اولا ممكن تخليوهم واحد ساعتين ديال المكانه. صافي هنا كما كتشوفوا انا مباشره كنحيدهم بهذه الطريقه، راه كيتحيدوا بسهوله ما كيسقوش نهائيا. صافي من بعد هنا من بعد ما ساليتهم كاملين غادي نحاول هنايا نغلفهم بالكريمه حتى في الجوانب ونقدهم. صافي هنا كما كتشوفوا غادي ناخذ الكريمه وغادي نوزعها في الجناب وكنقدها مزيان بهذه الطريقه غير بالموس ولا الظهر ديال الملعقه، ولا الا عندكم ديك السباتول اللي كتكون صغيره. انا عندي كبيره يعني كشاتني في الخدمه ما جاتنيش مقاده عليها، استعملت غير الموس وتا هو قاضي الغرض. صافي هنا كنستمر حتى كنساليهم كاملين، كنحاول نغلفهم بالكريمه من الجناب وحتى من الفوق. بالنسبه لهاد الميني كيك راه ممكن ديروهم كمشروع مربح. تبيعوهم من الحوانت ولا المحلبات ولا لي باتيسري ولا الكوموند للناس. راه الصراحه كيكون عليهم طلب زايد. ممكن تبيعوا الحبه بواحد 9 دراهم 10 دراهم حتى 12 درهم. صراحه راه كيكون المشروع ديالهم مربح. يعني بهاد المكونات اللي درت معكم انا راه كتخرج تقريبا واحد 24 حتى ل 30 حبه على حسب على حسب القطر ديال الاطار اللي قطعتو به الميني كيك. صافي هنايا مباشره من بعد ما ساليتهم كاملين غادي ندوز للتزيين. بالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري. هنايا بالنسبه للشكل الاول غادي نزينو هنايا بالكوك اولا جوز الهند كما كتشوفوا كنوزعو في الجناب هو الاول وكنضغط عليه. من بعد كنديرو من الفوق. بالنسبه لهذا الكوك خذوا النوعيه اللي كتكون جيده، ما تاخذوش النوع الثاني، خذوا هذا اللي كيكون ميدم وكيكون المذاق ديالو زوين. صافي هنايا كنزينو من الفوق حتى في الجوانب، ومن الفوق كندير واحد القطعه ديال الشوكولاته.
صافي بالنسبه للشكل الثاني عندي هنايا الشوكولاط اسود اللي ذوبته في حمام مريم، زدت ليه شويه ديال الزيت نباتيه وشويه ديال الكاوكاو كونكاسي اللي كنت حمرته من قبل. صافي كنخلط الكل مزيان. بالنسبه لهاد الكناش او هاد الشوكولات بالاحسن انكم تخليوه حتى كيدفى مزيان. انا ما خليتوش حتى برد مزيان، عليها درتو فوق الكيك بدات الكريمه كتسيح شي شويه، يعني من الاحسن تخليو هاد الكناش حتى كيبرد مزيان. صافي هنايا كنوزعو من الفوق بهذه الطريقه. بالنسبه للشكل الثالث عندي هنايا لوز ايفيلي اللي حمرته وبديت كنوزعه كي في الجوانب ديال التورته او هاد الميني كيك وحتى من الفوق. مهم بالنسبه للتزيين راه زينوا باي حاجه متوفره عندكم، ممكن ديروا خطوط من الشوكولات من الفوق، او ممكن ديروا اي حاجه متوفره عندكم. صراحه انا درت معكم هنا 4 ديال الاشكال وانتم كيبقى لكم الاختيار، زينوا باللي بغيتو. صافي هنايا كنستمر كنحاول ندير هكايا هاد اللوز عفوا اللوز ايفيلي من الجناب وحتى من الفوق، وكنحاول نضغط عليه باش يشد في ديك الكريمه وما يبقاش يطيح. صافي وبالنسبه للشكل الرابع والاخير خديت هنايا الكريمه اللي بقات ليا درتها في واحد البوش وبديت كندير وريضات من الجناب بهذه الطريقه. بالنسبه لداك الشوكولاط اللي كيبقى غادي نديرو من الوسط ديال هاد التورته، وغادي ندير الدميعات في الجوانب، يعني تزيين لي سهل وبسيط وغير مكلف. صراحه خرجت لي واحد الكميه اللي وفيره وكيجيو صراحه لذاذ بزاف. بالنسبه للجينواز راه ممكن توجهوها وتخليوها ليله كامله حتى كتبرد مزيان، عاد الغد ليه تكملوا التزيين باش هكايا ما ياخذوش معكم وقت طويل، حيت كما كتعرفوا هاد الميني كيك اللي كيكونوا صغار كياخذوا وقت شويه فيهم تماره، ماشي بحال الكيك اللي كيكون بحجم عائلي. هذا هو الشكل ديالهم النهائي. كنتمنى انكم تجربوهم حيت اكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم. غادي نقطع معكم واحده باش تشوفوا الشكل ديالها كيف في الداخل. صراحه كيجيو رائعين، كيجيو لذاذ بزاف اسفنجيين وكيجيو صراحه المذاق ديالهم رائع، خصوصا الا درتو معهم نكهات مختلفين. كنتمنى انكم تجربوهم حيت اكيد غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم ديروا لي لايك وتعليق لهذا الفيديو، بارطاجيو مع العائله والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي، واستودعكم الله الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.